سؤال جديد وآية جديدة. كمثل صفوان عليه تراب. ما معنى صفوان؟ طيب يلا بينا نشرح المعنى ونتدبر الآية. دي الآية 264 في سورة البقرة، والحقيقة إن هي آية جميلة جدا فيها تشبيه رائع وجميل لوصف حال المرائي اللي بينفق ماله رياء الناس علشان الناس تقول عليه كريم وسخي، وكمان وصف للي بيمن على الناس بصدقاته وبيأذيهم. عشان كده بدأت الآية بنهي واضح وصريح لينا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عشان انتوا لو عملتوا كده هتبقوا زي مين؟ زي اللي بينفق ماله رياء الناس عشان الناس تمدحه وتقول له قد ايه هو سخي وكريم. ودي مش من صفات المؤمنين ابدا، ولا بالصفات اللي بيؤمن بالله ولا باليوم الاخر. وساعتها الانفاق ده بيروح ثوابه، وكذلك الصدقات اللي بيبقى فيها من واذى للناس بتبطل وبيروح ثوابها. فربنا سبحانه وتعالى وصف حال المرائي في انفاقه للمال والمنفق اللي بيمن ويأذي الناس بصدقته بايه؟ بالصفوان. الصفوان هو الحجر الاملس عليه تراب، يبان للناس ان هو تربه خصبه ممكن تنبت الزرع. فاصابه وابل، جه عليه مطر شديد جدا. الوابل هو المطر الشديد. فتركه صلدا. صلدا يعني سابه املس، معلهوش اي حاجه من التراب ده خالص. فالايه هنا بتوصف لنا حال اللي بينفق ماله للرياء والظهور بمظهر السخي الكريم المعطي، مش قاصد بانفاقه ده وجه الله تعالى وحده، زي الحجر الاملس الصفوان اللي لا بينبت ولا بيطلع نبات ولو انه عليه تراب يخلي الناس تشوفه وتفتكر ان هو ارض خصبه. زي الانفاق هنا قدام الناس بيفتكروا ان هو راجل مؤمن وكويس. فلما يجي على الحجر ده مطر شديد تتكشف حقيقته وستره، ويبان ان هو حجر صلد املس معلهوش حاجه خالص يشيل التراب كله اللي عليه. فيبقى المطر الشديد هنا زي الرياء او المن والاذى اللي بيبطل الصدقه والانفاق فيروح الثواب. فيبقى حال المنفق ده زي حال الحجر الاملس ده، فبيكون كده ضيع عمله وثوابه وخسر ثواب الانفاق في الدنيا والاخره. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا جدا من الرياء في احاديث كتير، منها مثلا حديثه: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر؟ قال: الرياء. يقول الله لهم يوم يجازي العباد باعمالهم: اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. روحوا كده للناس اللي كنتوا بتوروهم اعمالكم في الدنيا، كل الاعمال مش بس الانفاق، ومستنيين رضاهم ومدحهم، شوفوا كده عندهم جزاء. فنعوذ بالله من الرياء، خلي بالنا. ودي دعوه وتذكره ليا وليكم ان احنا كل يوم نجدد النية ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، ونجدد النية كل يوم. ربنا يتقبل منا ويبعد عننا الشرك الأصغر أو الشرك الخفي برضو بيتسمى، وربنا يتقبل منا. لو أول مرة بقى تعرفوا المعنى وتتدبروا الآية كده، اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويستفيد.